لازم تحفظوا الفيديو ده عشان انا متأكدة انكم هتحتاجوه. احلى واسرع فطاير هتعملوها وبمكونين 2 بس، تنفع معاكم جدا لجوع اخر الليل ومن غير اي فرن ومن غير لحوم. تعالوا بقى نشوف عملتها ازاي. اول حاجه احتجت 2 بطاطس حجم وسط، قشرتهم وقطعتهم حلقات وابتديت ان انا اسلقهم على النار، والافضل ان انتوا تقطعوهم حلقات علشان يتسلق معاكم بسرعه. واول ما البطاطس تستوي معايا خالص مش اقل من ربع ساعه بطلعها وبهرسها بالشكل ده. تاني حاجة بحط معلقة من الجبنة الكريمي. حاولوا تختاروا نوع جبنة كريمي يكون طعمه واضح وقوي، انا استخدمت جبنة ميلكي. هحط عليهم بقى شوية بهارات، ملح وفلفل اسمر وبابريكا وتوم باودر وشوية زعتر، ولو في اي بهار من دول مش موجود عندكم ممكن تستغنوا عنه عادي. هقلبهم بقى كده كلهم مع بعض لحد لما يعملوا معايا قوام متجانس. وكل ما كنت هرسه البطاطس كويس في الخطوة اللي قبل كده هتبقى الخطوة دي سهلة جدا معايا لحد لما توصل للقوام ده. الميكس ده اصلا نفسه ممكن يتاكل كده لوحده، طعمه حلو جدا. يلا بينا بقى. في طاسه على النار حطيت شويه سمنه وغلفت بيها الطاسه كلها بالشكل ده. حطوا بقى اي نوع عيش تحبوه، انا استخدمت عيش التورتيه، ممكن نستبدله بالعيش البلدي عادي. واهم مكون معايا هو الجبنه الموتزاريلا، فاستخدموا نوع انتوا واثقين فيه وواثقين في مطته. انا استخدمت ميلكي بلس. واول طبقه انا هحطها هي طبقه الجبنه الموتزاريلا، هحطها على العيش كله بالشكل ده. واسمعوا كلامي بقى، كتروا على قد ما تقدروا. تاني حاجه هبتدي احط بقى الطبقه بتاعه البطاطس وافردها كويس قوي بحيث ان هي تغطي كل الجبنه اللي انا حطيتها على العيش. وخدوا وقتكم قوي بقى في الجزء ده. وبعد ما فردتها كويس هحط طبقه تانية من الجبنه الموتزاريلا. هنا برضو طعم الجبنه بيفرق قوي في النتيجه النهائيه، فحاولوا تختاروا نوع جبنه انتوا واثقين في طعمه. اخيرا بقى هحط طبقه تانية من العيش وهبتدي ان انا اضغط عليهم كويس جدا بايدي وبعد كده باي سباتيولا واغطيه لحد لما الجبنه الموتزاريلا تبتدي تسيح معايا. ولما ياخد وش معايا من الجنب ده ببتدي اقلبه واغطيه تاني لحد لما ياخد وش من الجنب التاني. كل شويه كده افتحوا شيكوا عليه ايه اخبار الجبنه، ساحت ولا لسه. بس كده انا بالنسبه لي وصلت للون اللي انا عايزاه والجبنه الموتزاريلا ساحت، فكده بقت جاهزه معايا. تقريبا ما خدتش معايا 10 دقايق على الجنبين وكانت طالعه باللون ده. يلا بينا بقى نبتدي ان احنا نقطعها علشان نشوف شكلها من جوه عامل ازاي. اهي دي بقى الوصفه اللي هقول لكم فيها، لازم تقوموا تعملوها دلوقتي وما تسالونيش ليه علشان هتعرفوا السبب لما تدوقوها. تقولوا عليها بقى فطاير، تقولوا عليها بيتزا، قولوا عليها اللي انتوا عايزين تقولوه، بس المهم ان هي طعمها تحفه. واحلى حاجه ان هي ما بتاخدش اي مجهود خالص ومكوناتها بسيطه وموجوده في كل بيت. تعالوا بقى شوفوا لي جمال المط عامل ازاي، حاجه كده تفتح النفس. فكره الوصفه دي كنت اول مره انفذها وانا بصورها هنا، بس عجبتني جدا لدرجه ان انا حاسه ان انا عايزه اكلها كل يوم. فلو كنتي بتدوري على وصفه سريعه وسهله وفي نفس الوقت شكلها يفتح النفس وطعمها خطير، يبقى لازم تجربي الوصفه دي. مزيج كده من القرمشه والطراوه، هتلاقيها مقرمشه من بره وطريه جدا ودايبه من جوه. تعالوا معايا بقى كده اسمعوا صوت القرمشه. جربيها النهارده، ولو عندك اطفال هتعجبهم قوي. ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكومنتات لما تجربوها.